الجواز. الجواز صفقة، ديل بيتم على ترابيزة. كل ما كان الديل ده واضح كل ما كان الصفقة ناجحة، وكل ما كانت الشراكة واصلة أو بتوصل لنجاحات كبيرة جدا. المشكلة إن معظمنا إن ما كانش كلنا اتربينا غلط على مفاهيم وموروثات غصب عننا بتجينا لما نتجوز وتبوظ علينا الموضوع. البنت مثلا كل ما تتمنى حاجة، كل ما تفتح بقها في حاجة، نفسي لما تتجوزي. طب عايزة أسافر لما تتجوزي. بنت يعني بتتعرض لسلسلة حرمان على مختلف مراحل العمرية بتاعتها، فأصبح مستنية اليوم اللي هتتجوز فيه بفارغ الصبر عشان تبتدي لسه تعيش حياتها وتكتشف عن نفسها. والراجل سبع البرومبا بيتربى برضه، انت الراجل، انت سي السيد، بحلال قطة، كلامك مش عارف ايه، اوعى مش عارف ايه. فداخل المسكين شملول كده صوانتت، والبنت يعني داخلة بطوفان expectations، توقعات وطلبات وحاجات نفسها تحقق على مدار عقود. والراجل مسكين ما يعرفش اي حاجة عن الكلام ده خالص. فيا عيني طبعا دي علاقة تنجح ازاي وهي مش قايله له ان الموضوع كده، ولا هو قايل لها ان الموضوع كده زي ما هو عارف. فداخلين الاتنين علاقة يعني حرام تتسمى باسم علاقة. ضيف على ده ان احنا مش منصفين. we are not honest. يعني اقابلك احب حاجات فيك وفي حاجات ما احبهاش. فانا بشوف ان لازم يبقوا كل طرف يبقى honest مع نفسه، منصف مع نفسه، يقول هل انا هقبلها بما هي عليه؟ هل ما عنديش مشكلة في الحاجات اللي مش عجباني، ولا عندي مشكلة فاحترم نفسي واحترمها وما ما ادخلش في العلاقة دي؟ اللي بيحصل ان الاتنين او طرف منهم يقول لا هغيره بعد الجواز. مفيش حد بيتغير، ودي كارثة. ويطمع ويبقى أناني في الحاجات اللي بيحبها فيها، وما يغضش الطرف عن الحاجات اللي ما بيحبهاش، ويذلها أكنها يعني عملة. فأنا بشوف إن هو ما كانش honest مع نفسه قبل ما يكون مش honest معاها، وإن ده كده خيانة للعهد اللي بينهم. تخيلوا الاتنين كل واحد داخل بقى حاطط ورا ظهره سكين عايز يغير التاني، فطبعا بتبقى كارثة. علاقة فيها تربص محدش عارف ولا حد قايل للتاني يعني. أنا وجهة نظري إن الجواز مشروع إنساني بحت قائم على الإنسانيات. ربنا سبحانه وتعالى لما قال وجعلنا بينكم مودة ورحمة ما قالش حب. انتوا الاتنين تحبوا ربنا، ولكن اللي بينكوا المودة والرحمة، إنسانيات. تمام؟ فتخيلوا كده لو أنا النهاردة مختار ب80% من الموضوع بعقلي و20% بقلبي،
وحد تاني مختار 80% بقلبه و20% بعقله. طيب يا ترى ايه اللي هيحصل؟ تعالوا اللي بتاع القلب ده اتخانق، زعل، الزعل فين؟ في القلب، في مكان القرار، فيلا انا عايز اطلقها، انا مش طايقها. طيب اللي اختار 80% بالعقل و20% بالقلب او بالعاطفة يتخانقوا، الوجع في القلب، فالعقل يرد على القلب يقوله لا ده دي اللي انت اخترتها تكمل معاها حياتك، ودي الست اللي مش عارف ايه، وده الراجل ايه، فتمشي الامور. ده اللي بيقوم عليه الجواز الناجح. وتلاقي بعد سنة ونص كده يتولد حب صغير اسمه حب العشرة والتقدير من التضحيات المتبادلة بين الطرفين. الحب ده بيتولد صغير ويكبر مع الأيام، وده اللي بنشوفه. بيبقى فيه ناس كبيرة في السن ماسكين ايديهم وبيحبوا بعض ومتوددين. ده مش الحب الأفلاطوني. الحب الأفلاطوني عمره قصير ومربوط بغريزة، فده لما بيحصل في الجواز بيقل ومتغير، بيطلع وينزل. حب العشرة والتقدير ما بيطلعش ولا بينزل، هو بينمو مع الأيام وبيتولد نتاج للتضحيات. أتمنى لما نختار يبقى في الجزء العقلاني أكبر من الجزء الأفلاطوني. وأتمنى التوفيق لكل الناس ويبقى عندهم جواز سعيد.